عرفنا كده المعادلة المحاسبية وعرفنا بنشتغل بيها ازاي وعرفنا بنتعامل معاها ازاي. النهارده هنتكلم عن الشابتر رقم 2، الشابتر 2. الشابتر اللي هو ايه؟ 2. بناخد العملية الريكوردنج بروسيس، عملية التسجيل. ما احنا قلنا ان المحاسب بيعمل ايدنتيفيكيشن، بيحدد ايه الحاجات اللي هتتسجل ولا ما تتسجلش، وعرفناها في الشابتر الاولاني. المره دي هنعرف بقى ازاي نسجل، بقى طريقه التسجيل دي عامله ازاي. وهناخد باي ذا واي هناخد التسجيل ده شابتر 2 و3 و5 و4، الثلاث شابتر اللي جايين. فالريكوردنج بروسيس هنتعرف على اول حاجه ايه؟ هنتعرف على اقل حاجه المحاسب بيتعامل معاها، اللي هي ايه؟ اللي هي الاكونت. يعني ايه حساب؟ ايه الحساب ده؟ ويعني ايه الديبت؟ ايه كلمة ديبت مدين، وايه كلمة كريدت داين؟ ايه الكلام ده؟ مدين ودائن. يعني ايه الكلمتين دول؟ هنتعرف عليهم بالتفصيل. ايه الحاجة الوحدة الصغيرة اللي احنا بنتعامل معاها كمحاسبين؟ ايه الاكونت، ايه الديبت، ايه الكريدت. بعد كده هنعرف يعني ايه جورنال انتري، القيد المحاسبي. وباي ذا واي لقيت واحد زميلي بيقول لي انتوا عندكم الجورنال ده او القيد ده حاجه مهمه جدا. وهو فعلا اهم حاجه، اهم خطوه بيعملها المحاسب هي دي، الجورنال. لان لو الجورنال ده صح الباقي اللي جاي كله صح، الجورنال ده غلط كل اللي جاي غلط. فالخطوه دي هي الاساسيه. لذلك يقول لك ايه؟ المحاسب اللي يعرف يعمل اي جورنال، اي قيد يوميه يعرف يعمله، خلاص الراجل ده معدي بقى خلاص. بس ما فيش حد في الدنيا بيعرف يعمل اي قيد. ليه؟ لان في حاجات لازم ترجع للكتب او ترجع للمعايير اللي احنا اتكلمنا عليها في الشابتر الاولاني، اللي هي الجاب الامريكي او الاي اف ار اس. في بعض الحاجات كده، حاجه كيس هيقابلك انت مش عارف تسجله ازاي، فانت لازم ترجع للمعيار عشان تسجله. فالشطاره انك انت تبقى عارف المعايير عشان تعرف تسجل القيد، وبالتالي اي حاجه بعد كده هتلاقيها الموضوع سهل، لان ده بيسمع في الباقي كله اوتوماتيك. انت عملت ده، كل الباقي جاي بيتعمل لوحده اوتوماتيك. فانت عملت الجورنال. الخطوه رقم 3 هنعمل بوست الجورنال ده، بنعمل له بوست تو ليدجر اللي هو حساب الاستاذ. هو في حاجه اسمها حساب استاذ؟ في حاجه في عندنا في المحاسبه اسمها حساب الاستاذ، مشهور قوي. هات لي الليدجر بتاعه، هات لي الاناليتيك بتاعه، يقول لك هات لي تحليل الحساب ده، الاكونت اللي احنا قلنا عليه ده اديني بقى تحليله. فلما اقول لك تحليل يعني هات لي الليدجر بتاعه، فاهم؟ يعني انا اقول لك هات لي الليدجر، او اقول لك هات لي تحليل الحساب ده، عايز الحساب ده بالتفصيل هات لي الليدجر يعني. فبالتالي انا عندي جورنال وعندي بعمل بوست للجورنال ده للليدجر. هنعرف الكلام ده بالتفصيل بيتعمل ازاي. المرحله رقم 3 بنعمل ترايل بالانس. فالترايل بالانس ده عباره عن ايه؟ بيلخص لك بقى الشركه، مرايه الشركه، بيوضح لك كل حاجه جوه الشركه بالتفصيل الممل. ده الترايل بالانس، ميزان المراجعه. يبقى الميزان ده بيوضح لي ميزان بيوزن لك الدنيا في الشركه، وبيعرف لك ايه القصه فيها ايه بالظبط، كل حاجه جوه الشركه فيها ايه. ده بيوضح لك مرايه، بيوضح لك كل حاجه. ده بيوضح لك حساب واحد، انما ده بيوضح لك كل الحسابات بس ملخصها. يعني انت عندك الترايل، الحساب شفته، عايز التحليل بتاعه ترجع بيه للليدجر، عايز بقى تحليل حاجه جوه الليدجر ترجع للجورنال. شوف يعني حاجه بتسلم حاجه. يبقى جورنال، ليدجر، ترايل بالانس. ده في الشابتر رقم 2. بعد كده هنتكلم برضو ايه الفرق ما بين الاي اف ار اس والجاب الامريكي. يبقى لازم نعرف كمان الجاب. احنا قلنا كل شابتر هنتعرف على الحته دي، ايه الفرق ما بين الجاب الامريكي والاي اف ار اس. ايه الفرق ما بين الاثنين في الحته اللي احنا اخدناها؟ طبعا الفروقات بتبقى بسيطه جدا، اللي انت هتشوفه ده بسيط قوي مقارنه بالفروقات لما تيجي تدرس حاجات ادفانسد او متقدمه شويه. فده كده الشابتر الثاني اللي هنتكلم عليه. طبعا ده بدايه زي ما قلت لكم الريكوردنج بروسيس، دي بدايه عمليه التسجيل. يبقى هناخد فيها الجورنال وبعد كده الليدجر وبعد كده الترايل بالانس. يبقى احنا كده اتكلمنا على الشابتر الثاني. اشوفكم في المحاضرات اللي جايه.